السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باقي غير أيام قليلة ويسالي رمضان، أيام معدودات. فعلا هاد النصف ديال رمضان داز بواحد الشكل سريع، سبحان الله العظيم. وشحال فينا دابا، شحال من واحد فينا كيحس بالندم، كيقول ربما انه ما دارش بزاف، ما قراش بزاف، ما دارش العبادات كما كان مخطط ليها، ما قراش القرآن بالطريقة اللي كان هو باغي. ولكن خليني نقولك واحد الحاجة مهمة، طالما باقي ولو غير نهار واحد في رمضان فدائما الفرصة راه باقة. دير في بالك انه رمضان ماشي سباق شكون دار كتر ولا شكون عبد الله كتر ولا شكون دار عبادات كتر. رمضان هو علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يمكن اخر يوم في رمضان يكون هو احسن يوم درتي في حياتك. فالفكرة اللي خاص انها تبقى عندك في بال باش نستغلوا ما تبقى من رمضان، ما خصناش نضغطوا على راسنا، خاصنا غير نركزوا على 4 الاشياء بسيطة ولكن الاثر ديالها قوي. اول حاجة الصلاة بالخشوع، جرب انك تصلي كل صلاة وكأنها اخر صلاة ليك، حاول تركز فيها، طول في السجود اكثر ما يمكن، دعي الله من كل اعماق قلبك. القرآن ولو بالقليل، حتى إلا كانت غير صفحة في اليوم، المهم راه القليل مع الاستمرار كيغلب الحاجة كثيرة ولكن بدون نظام. الدعاء الصادق، رمضان هو شهر الدعاء، ما تضيعوش هذا الشهر. اي حاجة عندك في قلبك قولها الله سبحانه وتعالى ودعيها، دعي لراسك، لولادك، للزوج ديالك، لوالديك، اي حاجة كتمنى هذه فرصة جات لعندك. يمكن دعوة واحدة قادرة انها تبدل حياتك كاملة. نية جديدة، حتى إذا كان فاتك بزاف دير نية قوية، ربما هاد الأيام الأخيرة يكونوا مختلفين. تخيل إلى هاد رمضان هو آخر رمضان ليك، واش غادي نرضاو على الطريقة اللي عشنا بها؟ إلا جاوبك لا، راه باقي الوقت في أنك تصلح كل شيء. أهم حاجة ديرها في بالك، ما تخليش الشيطان يقنعك باللي فات الوقت. الرحمة مازال مفتوحة، والمغفرة مازال مفتوحة، والأجر كيتكتب حتى لآخر لحظة. خلي الأيام الجاية تكون أقوى أيامك في هذا الشهر.